كفر اللابتوب او التابلت شيء اساسي دلوقتي، سهل وخفيف وشكله شيك جدا، وفعلا كفر بيحمي اللابتوب وبيتغسل في الغسالة. تعالوا نعمله مع بعض. هنحتاج خيط الكليم الوان اللي حابينها، وهشتغل بخيطين فهحتاج ابرة كبيرة. انا اشتغلت بابرة رقم 11، على حسب سمك الخيط تقدروا تغيروا رقم الابرة. عملت كده عقدة البداية، وهبدأ اعمل عدد سلاسل هو عرض اللابتوب او التابلت بتاعنا. هوريكم دلوقتي ازاي نقيس عليه. المفروض لو عندنا اللابتوب او التابلت بنقيس عليه، لو ما عندناش بنعمل كرتونة كده كروكي على نفس المقاس ونبدأ نقيس عليها. فانا عملت عدد من السلاسل، فعملوا معايا حوالي 13 سلسلة. احنا بنشيل اول سلسلة متتحسبش، ونفضل نشد كده السلاسل تبقى يدوب على العرض، متبقاش اقل او ازيد، يعني لما نشدها تكون ازيد منها حاجة بسيطة. بفوت اول سلسلة وببدأ اعمل في كل سلسلة غرزة حشو. يعني بدخل اسحب الخيط، يبقى عندي حلقتين على الابرة، باخد الخيط واطلع من الحلقتين، هكمل للاخر ما عدا اخر سلسلة هسيبها، وهتبقى شكلها كده. اخر غرزة بقى اللي سبناها هنعمل فيها تزايد ب3، يعني هعمل 3 غرز حشو في نفس الغرزة. هنلاقي المكان كده وسع معانا، هشد الخيط قوي اللي هو بتاع البداية، هضيقه على الاخر، وهنخفي معانا الخيط ده في باقي الشغل. بعد الدوران ده بقى هعمل في كل غرزة حشو قدام الغرزة المقابلة في السطر اللي فات، يعني في المكان ده كده هنعمل قدامها غرزة حشو. بس ما تنسوش اننا هنخفي الخيط القصير ده معانا، فهنشتغل عليه. فدي كده اول غرزة حشو. لحد الاخر بقى هنشتغل غرزة حشو واحدة في كل حلقة، وهسيب برضو الاخيرة هنشوف هنعمل فيها ايه. بقى شكلها كده، خدتوا بالكوا قواصت معانا، هو ده اللي احنا عايزينه. هنيجي بقى في اخر غرزة، احنا كنا بدأنا فيها بغرزة حشو، ففاضل لنا 2 علشان يبقى الدوران متساوي. هنعمل هنا في المكان ده 2 غرزة حشو. بقت بالشكل ده. تعالوا بقى نجربها نشوف مقاسها مظبوط مع التابلت ولا لأ. مظبوط جدا، العرض مناسب جدا وهيبقى مريح، مش هيبقى ضيق على التابلت. وخلاص البداية دي بقى هي اهم تركة. وفي تركة تانية دلوقتي هنعرفها، هي قفل السطر. في ناس بتشتغل دوران، يعني بيبقى حلزوني، مش بتقفل سطر وتبدأ سطر جديد. انا بحب ان انا اقفل السطر وابدأ سطر جديد عشان يبقى مظبوط اكتر. فانا بدخل في اول حلقتين في السطر خالص او في الدوران يعني من ورا، واسحب الحلقة دي وبطلع الابرة منها، بسيبها دلوقتي. وبعدين علشان اطلع سطر جديد بدخل تاني تحت الحلقتين واسحب الخيط، وبعدين بدخل في المكان ده كده اللي هما الحلقتين اللي انا سبتهم، واعمل بقى سلسلة او اسحب الخيط منها، يعني منهم هما الاتنين. هنشوفها تاني في الراوند الجديد عشان لو مش واضحة هنا. خلاص بقى باقي الشغل هيبقى في فوق كل غرزة حشو لحد الاخر من غير تزايد او تناقص، غرزة حشو واحدة تحت الحلقتين. ده كده هنا عملت الراوند التاني. هقفل برضو السطر ده معاكم. بعمل هنا اخر غرزة في السطر تحت الحلقتين، بعمل غرزة حشو، وهبدأ اطول الحلقة دي كده واطلع بالابرة منها. وفي اول غرزة في السطر اللي هي النايمة دي مش الواقفة، هندخل من ورا ونسحب الحلقة، وبعدين بقى نقصرها. هنشد الخيط عشان نقصرها يعني او نضيقها معانا. شايفين شكل الدوران او الجنب؟ هو ده اللي احنا عايزينه. بندخل تحت نفس الحلقتين اللي دخلنا منهم من ورا، بندخل بقى بس من قدام، وهنسحب الخيط الطويل بتاعنا، وهيبقى معانا حلقة على الإبرة. هندخل على نفس الحلقة اللي احنا كنا سايبينها ونسحب الخيط، وهنكرر بقى خلاص تحت كل حلقتين غرزة حشو، وهكذا لحد الآخر، ونرتفع سطر جديد. ارتفعت هنا عدد من السطور ودخلت اللون الأبيض. تعالوا نشوف تاني ازاي بقفل السطر ده سريعا. مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر، مع الله عند هزيم الرعود ولمع البروق
هنا بعد ما اوصل للطول اللي انا عايزاه، في اخر سطر انا بعمل في غرزة تناقص على اليمين وغرزة تناقص على الشمال. التناقص يعني بلم غرزتين في غرزة، بدل ما بعمل غرزة حشو عادية لا، بسحب الخيط واسحب الخيط من الغرزة اللي بعدها واطلع من الاتنين. هنا هنقفل اخر سطر بعد ما نقص الخيط، بسحبه كله كده. بعد كده بدخل في الحلقتين من ورا برضو اسحب الخيط، وهنيجي هنا من الغرزة اللي طالع منها الخيط هندخل في حلقة واحدة من ورا، نسحب الخيط التاني، وبعدين هنخفي الخيط ده بقى جوه. هندري كويس بإبرة الكروشيه، وده بيبقى شكلها في الآخر. زي ما قلتلكوا سهلة جدا ومتينة وخفيفة، يعني مش تقيلة زي ما احنا متخيلين. يلا جربوها وقولولي رأيكم، مستنية أعمالكم. متنسوش اللايك والشير.